السلام عليكم حباباتي، كي راكم دايرين؟ غاية لاباس. اليوم جيت ندير معاكم وصفة الخرشف. الخرشف هي وصفة شتوية. الخرشف نديروه في المشتى، شباب وبنين وفيه هادوك لي فيبر ومليح للمصران، مليح شوفوا انا هنا درته في الليم، كي نقيته مليح مليح درته في الليم، درت الماء ودرت الليم وحكيته مليح باش يقعد ابيض. كاين اللي يغلوه، بصح كي تغليه غادي يروحوا له كاع لي فيتامين تاوعه. انا جو بريفير نديره في الماء، نخليه نعصر فوقه الليم ونخليه نخليه في الماء شويه حتى يروح له ديك الكحوليه، عاد ونطيبه. هنا قعدت ميم او ميم طون قعدت نحك في يديا هكا باش تروح الكحوليه هذيك. شوفوا هنا بعد ما لقيته راني نعصر عليه في الليم هكا باش ما يزيدش يكحال لي. وهنا انا حسبت روحي راني نصور مي فاتت لي لقطات، نص اللقطات كاع فاتوا. درت البصله، طوماطيس، اللحم، كاع لي زيبيس. وهنا بعد ما درت الخرشف مع البطاطا وبلعت عليهم. وهنا حباباتي بغيت نوريكم هاد شريتهم هادو داروا لي ليفريزون، هادو درت عليهم كوموند تاع الاير فراير. بعتولي هادي تاع الزيت، هذاك البخاخ تاع الزيت، وهذاك الطبسي تاع السيليكون. شوفوا هادي عجبتني، هادي كوني ندير فيها الريحه بلا عليا زيت. هما سبيس هادو بروحهم دايرينها باش ديري كي ديروا الماكله في الاير فراير، غير هكا تبزطي عليهم في الزيت، ما ديرش الزيت، غير ترشي هكا. وهنايا عطاوني تاني هادو تاع ورق كي ورق الزبده، هذاك بابي كويسون. هادو سي بلو براتيك، هادو انايا كنت نشريهم هكا نطيب فيهم ونرميهم. زعما ما ديري دجاج فريت اي حاجه طيبيها فيهم ترميهم. بصح السيليكون تاني مليح، هادو ترميهم بصح السيليكون تغسليه وترديه. دوك خصني ندير نحطه في الاير فراير باش نشوفه لا يجيني على حسابه ولا لا، خاطرش بان لي شويه صغير وما نعرف. هنا راني شاعله الماشينه تاع المواعين و ميم طون مزيه. والله العظيم هذيك راه مسلكتني. كي البنت ولا خير. هنا راهم عطاوني 30 في 30، 60 حبه. صافا مليحه مليحه. ها هي وينه هذا واه. دوك هنايا بغيت نقيسه هنا نشوفه لا يجي قده ولا لا. المهم ها هو، انا بالي صغير بصح لنا صافا راه جا قده مليح مليح هكا باش ما نضلش انا ندير فيه هذوك الكواغط، فيه هذوك الطباسه تاع الكاغط ونقيس. هنا بعد ما طاب لي الخرشوف شوفوا ما شاء الله، طاب زبده ما شاء الله. وجات واحد المريقه يا مرها بين يديكم، جات واحد المريقه حلوه كي السكر. الله يحل ايامنا وايامكم ان شاء الله يا ربي. شوفوا هنا بغيت نحطها في صحن التقديم وشهيتكم في الجنه. والله غير ديروه مادام راه كاين الخرشف. كاين مانيش عارف، كاين بالك كاين اللي ياكلوه في رمضان، انا بعدا ما نديرهاش في رمضان. المهم راه في هذا هو وقته اللي بغات كيما هو القرنوع تاني ما شاء الله. بالك غدوه ندير شويه قرنوع بالكفته والجلبان تاني جا في خاطري. هاد الصوالح على بالك ما نقدوش ناكلهم في رمضان، واحد يديرهم دروك ياكلهم. وها هو هنايا شوفوا كي جا ما شاء الله، وشهيتكم في الجنة خواتاتي. وإلى وصفة أخرى إن شاء الله، مع السلامة.